انت من كل عالك جايبتي الواحد من الجامعه يجي يخطبك لحاله، الدنيا مقامات. بس هو رايدني على سنة الله ورسوله وأنا بدي إياه. رسي وليه؟ شو هي بدي اياه؟ ابن عمك راتب بده اياكي وابوك اعطاه كلمه. إيه بس أنا ما بحبه لراتب، راتب أخلاقه وعاطلة وسمعته زفت، ما بدي بدك إياه. تاخديه غصب عنك. هذا ابن عمك ومن لحمك ودمك، عم تفهمي؟ أخواتك أدرى بمصلحتك. ومن اليوم ورايح طلع برات البيت ما في لا جامعه ولا دراسه، عم تفهمي؟ انا رح اخبر ابوكي بهذا الموضوع. ما بدك تاخده؟ روح اخي روح. أمي إخواتي جنوا على الآخر. يعني ما رديت علي وعملت اللي براسك ورحت طلبت البنت لحالك. لك ابني ليش هيك عملت؟ ليش؟ ولك يا بابا قلت لك انا بحبها وبدي اتجوزها. لك وانا ما بدي نسب هيك عيله. لك ابني نحن مالنا قدهم برضايا عليك. لك شفت شو عملوا فيك؟ قلعوك. خليك على عنادك. هي مشان ما ترفع راسك لفوق. وهي مشان تبطل تفوت على بيوت منك. الأمر إلك يا أبو جميل. والله جميل، خسارة كبيرة كتير، مو بس إلك وإلنا كلياتنا ولجامعته كمان. الله يسلمك يا مختار. والله اللي قاهرني يا مختار انه هالولد شو هالذنب اللي ارتكبه لحتى يقتلوه. كل اللي عمله انه هو بيحبها للبنت وراح خطبها على سنة الله ورسوله.